هنا بقى هنبدأ نرسم الخد اللي باصص ناحية الضوء او اللي الضوء يقع عليه عكس الخد التاني. فبالتالي معظم اختيارات الالوان يعني هيختلف ترتيبها، لكن تقريبا هي يعني انا يمكن اللي خد فيه اللي بالكم فيكم ان الناحيه دي اخترت البيزك بتاعي لون شويه بني او بني مصفر، فانا اخترت البيزك بتاعي في الخد دوت الدرجه البامبا الفاتحه دي. ليه؟ لان هتبقى البيزك بتاعي فاتح، لان انا برسم ناحيه الخد اللي باصص ناحيه الضوء، فكله فاتح، بالرغم ان انا برسم نفس البورتريه بنفس البشره، لكن لازم طبعا افرق بين الناحيه بتاعت البورتريه الفاتحه والناحيه البورتريه الغامقه. لذلك انا بدات او عملت الناحيه الغامقه واخترت الالوان هي تقريبا نفس الالوان، لكن باختلاف ترتيبها يعني او باختلاف استخداماتها في الاماكن بتاعتها يعني. فهنا زي ما انتم شايفين بدي خلفيه وبسيب الحاجات الفاتحه جدا جدا، هديها طبعا تونات وهديها تون درجه فاتحه جدا علشان يقدر يديني السطوع بتاع اللون. يعني الدرجه دي جميله جدا، هي مش ابيض لكن بتساعدني ان انا ادي التونات الفاتحه. طبعا اعتقد باين او واضح جدا زي ما احنا متفقين وشايفين في المرجع بتاعي او الصورة اللي انا برسمها، فلازم ده يكون واضح معايا حتى وباين في البورتريه بتاعي. فلازم اركز جدا على اختيارات او ترتيب الالوان بتاعتي، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. يعني بصوا هتلاحظوا انا بدي البيزك الاول اللون البامب الفاتح ده، شايف ان في شوية من الدرجة دي شفتوا الموضوع بسيط جدا يعني، بالرغم من زي ما قلت لكم ان نفس لون البشره ونفس لون البورتريه، لكن هنا يقع عليها ضوء والناحيه التانيه ضلمه شويتين. حتى في اختيارات الدرجات بتاعتي لازم حتى انقي الدرجات الافتح من الناحيه التانيه. يعني هنا انا الموف ده الفاتح، هنا كنت بستخدم الغامق سن عندها، خدتوا بالكم؟ بالرغم ان البورتريه واحد يعني انتوا بس طبعا لازم ابقى فاهم ان هنا الضوء، فده لازم يفرق معايا جدا يعني. على الاقل لازم يبان معايا في البورتريه. ممكن بقى استخدم شوية بقى كده ايه بني، ادي بقى التاتشات الغامقة شوية. البني المحمر ده درجة جميلة، برضو بشتغل بحساب ولازم اركز في كل درجة بحطها، محطش درجات كده وخلاص. ممكن بعد كده ابدأ اشوف الحتة اللي عايز تتغمق اهو، الحتة دي من الوش شايف ان هي بدأت تاخد تون اغمق شوية.
طبعا وانا برسم يعني اماتش الدنيا مع بعض، يعني ما اعملش فواصل بين الدرجات، يعني يبقى في تناغم بين الدرجات وبعضها. يعني انا شايف برضو الدرجة دي موجودة مع، تخيلوا بقى انا شايف جراي مثلا، ليه لا؟ يعني ايه المشكلة يعني؟ سوري. هنا مثلا انا شايف ان في درجة فاتحة، ويفضل ان انا احط الدرجة الفاتحة علشان اشوف حدودي او حدود البورتريه اللي برسمه وابدأ اشتغل. انا شايف برضو ان في درجات شوية من الاورنج دي ليها نصيب كويس برضو. شفتوا بالرغم ان هي لون بشرة واحد، لكن في فرق بين اللي واقع ناحية الضوء وفرق بين اللي واقع ناحية مش الضوء. فكرة تقريبا نفس الالوان هي اللي رسمنا بيها الخد التاني، لكن مع الاحتفاظ بترتيبها وكل ناحية فين. لو خدتوا بالكم بقى ان الوش ده بدأ او الناحية دي بدأت تبان الفتحة عندي، البورتريه بدأ يبقى قوي معايا شوية. وعلى فكرة عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، انت كل ما كان البورتريه بتاعك فيه درجات وتونات كتير هيبان انه غني جدا ومتشبع جدا بالدرجات يعني. ودي نقطة مهمة جدا لازم تخلوا بالكم منها، انك حاول على قد ما تقدر تبقى فاهم دايرة الالوان وفاهم تشبع اللون وفاهم كل لون ويتغنى ازاي ويتفتح ازاي. هتفرق جدا على فكرة في البورتريه معاك يعني. بس كده البورتريه بدأ يوضح. شايفين؟ حتى اختياري للدرجات الغريبة اخترتها الأفتح شوية. طبعا بقى الحتة بتاعت الدقن دي برضو فيها حتة ناحية ضوء وحتة مش ناحية ضوء، بس انا كان يهمني في الفيديو ده اوريك بنفس لون البشرة بس الناحية المتسلطة ناحية الضوء تبقى فارقة عن الناحية اللي مش ناحية الضوء. لو خدتوا بالكم طبعا الحته دي يعني مش عايزين نضيع فيها وقت، بس يعني اللي بيعملها هنعملها نفس طريقه تلوين البشره يعني. بس حبيت ان انا اكون اوضح
موضوع البشرة ده. طبعا اللي هيحدد لي الدنيا اكتر هنا هو الودن، عشان اقدر اقول ان الوش خلص لغاية هنا ويبان اكتر ويبرز اكتر. هنقول مثلا هنحط حتة هنا من الودن مثلا لغاية ما نعملها. والودن هنا بسيطة جدا مش محتاجة شرح يعني، او عشان اشرح الودن اشرحها بشكل تاني مفصل عن ده حبة مثلا يعني. فتديني هنا نهاية البورتين جميلة. خدتوا بالكم؟ شفتوا؟ ده انا بحط مثلا يعني تصور لمكان الودن زي ما احنا حطيناه في الاوتلاين اصلا. اهو حاجة حلوة جدا. شفتوا الدنيا عاملة ازاي؟ اهو كل الموضوع بسيط جدا. يعني الخط الفاتح خالص ده اللي بين الودن وبين جلد الوش او اللي بيحدد الدنيا بينها وبين بعض. في هنا بقى جزء شوية انا شايف انه واخد جراي غامق اهو، واضح اوي هنا بينزل معايا شوية. شفتوا؟ برغم ان هو زي ما قلت لكم الوش باصص ناحية او الناحية دي، قصدي من الخد ناحية الضوء، لكن برضو فيها تونات زي ما احنا متعودين او زي ما احنا عارفين. شفتوا؟ لما نبدأ بقى نغمق الغامق ونفتح الفاتح وناخد بقى درجات لبعض. شفتوا ازاي؟ شفتوا الدنيا بقت واضحة عندي ازاي شوية؟ شكرا لمتابعتكم، يا رب الناس ترسم وتورينا عشان نقدر نستفاد من بعض. كل مرة بقول لكم الموضوع ده، يلا تشجع وارسم. ويا جماعة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، لما تلاقي الصورة في البداية مش عاجباك ما تيأسش، متقولش خلاص بقت وحشة، لا، لو سلمت دماغك للأمور دي مش هتعمل حاجة يعني. فنصيحة مني، لو لقيت ان الصورة حتى مش عاجباك في الأول كمل. شكرا لمتابعتكم.